النوع الخامس والأربعون في ناسخ القرآن ومنسوخه. في ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر يا شوقي على الشاشة، انظر. في ناسخ القرآن ومنسوخه. ثم تكلم عن الحديث الذي أورده متهما البخاري إياه أنه يقول بالتحريف أو بالنقص. قالت عائشة: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأن من القرآن أو مما يقرأ من القرآن. رواه الشيخان. وتكلموا في قولها وهن مما يقرأ فإن ظاهر بقاء التلاوة ليس كذلك. وأجيب، هذا كلام الإمام السيوطي الذي اتهمته أمس، وبأن المراد قارب الوفاء أو أن التلاوة نسخت أيضا، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله وبعض الناس يقرأها. هذا كلام لا تقاطع. هذا كلام الإمام السيوطي. أيضا فيما يتعلق بسورة الأحزاب التي أشار أمس أنها موجودة، الإمام السيوطي أوردها تحت ناسخ القرآن ومنسوخه، ليس ما زعمته أنت أنه يقول بتحريف القرآن. قال أبي بن كعب، وأمس كذب ابن عمر بن الخطاب، قال أبي بن كعب: كأين تعد سورة الأحزاب؟ قلت 72 آية أو 73 آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخ فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم عن أبي أمامة بن سهل إن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم، الشيخ والشيخ فارجموه البتة بما قضيا من اللذة. هذا من ناسخ القرآن ومنسوخه، ليس ما زعمته أنت أمس من القول بالتحريف. أيضا الشيخ والشيخة إذا زنيا، اتهم عمر أمس أنه يقول بالتحريف وأبو بكر الصحابة، ومع أن عمر رضي الله عنه استأذن من النبي أن يكتب آية الرجم فما أذن له. هذا في الإتقان القرآن للسيوطي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة. قال عمر لما نزلت: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك. هذا جملة ما ورد في الإتقان للسيوطي من الناسخ والمنسوخ مما ذكره أمسي. لا نريد أن نفتح المجال، وإن شئت أخره إلى بعد رمضان، لكن لا تكذب على السيوطي أنه يقول بتحريف القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبة لنا فأكلتها. هذه الرواية. أمس قال فلم يجدوا تلك الآية، هذا من كيسه هو. طيب. يقول عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قالت: لقد أنزل، هذا في مسند الإمام أحمد حتى يكون مشاهد، مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء 43. عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير 10، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبة لنا فأكلتها. ماذا يقول محقق كتاب المسند؟ يقول إسناده ضعيف. أيضا هو في سنن ابن ماجه، لكن بدون الزيادة التي أتى بها من كيسه، التي قال فلم يجدوها. ونحن نطالب: أين الرواية هذه فلم يجدوها؟ من أين هي؟ أجاوبك لحظة حتى أكمل. عن عائشة، هذا في سنن ابن ماجه، قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشاغلنا بموت دخلت داجن فأكلتها. هذه الأمور يعني أمامكم. مشاهدينا الكرام، هذا دين كما يعني نقول. تفضل. مشاهدينا الكرام، يعني إساءات متعددة يعني لحقتنا، تجاوزنا عنها، ولكن القضية إلى الآن 22 حلقة، أقسم لكم لم نجد دليلا على أصول دين الإمامية، على أصول الشيعة، ولكن تركنا الأخ شوقي يعني 22 حلقة كاملة يقول ما لديه، وراجعوا الحلقات على الإنترنت ستجدوا أن الكلام
يهدم بعضه بعضا بفضل الله تعالى دون عناء من الشيخ خالد الوصابي أو أي من مناظري السنة الكرام. هذه المشكلة. يعني نحن 22 حلقة وهو معنا بعد رمضان. إذا أتى بجديد لنا شرط واحد بس، يأتي الإمام أحمد الحسن لا يجلس على هذا الكرسي. لن نقبل مشاهدينا الكرام بأي أحد خلاف الإمام. لابد إمام مهدي يوحى إليه معصوم من آل محمد يأتي لنتبرك به، لنعرفه، لنقترب منه، لنعرف فكره، لينشر دينه. يعني العباسيين ماتوا والأمويين ماتوا وكل الأمم السابقة ما خايف منين؟ لا أعرف ممن يخاف، وهو عنده إرادة كونية، عنده خوارق، عنده معجزات، عنده كل شيء يفعله. يعني هذا ما أردت أن أؤصل له. مشاهدينا الكرام، يعني الأخ شوقي على مدار 22 حلقة أنا شخصيا لم أفهم منه شيئا، ربما بعضكم لم يفهم منه شيئا، والشيخ خالد كان الفارق في المناظرة. الشيخ خالد من العلماء يأتي بالكتب كما ترون، ولم يأتي بكتاب سني إلا إذا أراد الأخ شوقي. كلها كتب شيعية يؤصل لها، عنده أدلة على عدم وجود المهدي 50 دليل سقناه أو سقنا مثلا حوالي 30 منهم، والأخ شوقي لم يأتي بدليل واحد على ولادة مهدي. المفروض لما أجي أتكلم على أصل من أصول الدين بقول محمد رسول الله. هذا هو التوحيد والنبوة والمعاد. النبوة فيها آية صريحة محكمة، ويعني معلومة لأمي وخالتي وعمتي وجدتي وكل الناس حتى لو كانوا أمي.